الو. ايوه هنا منزل الحاج فرج. لا انا بنته. اه موجوده. طب لحظه واحده. يا ماما يا ماما. شو بدك يا هنا؟ في واحده طلباكي على التليفون بتقول انها من شركه الطيران اللي كان بيشتغل فيها خالي ماجد. الله يرحمه يا اخي. شو بدها حبيبتي؟ ما اعرفش، بتقول ان هي عايزاكي. هاتي لشو؟ الو. ايه نعم، انا حليمه اخته للمرحوم ماجد. مين حضرتك؟ أنا مديرة مكتب شركة الطيران اللي كان بيشتغل فيها الشهيد ماجد. الشركة قررت إنها تعمل تكريم لشهداء الحادثة، وطبعا أولهم الكابتن ماجد. إحنا بس كنا عايزين شوية بيانات عنه، يعني اتولد فين، تاريخ ميلاده. طب ثانية واحدة. أيوه. تاريخ الميلاد. أيوه. محافظة إيه في سوريا؟ أنا متشكرة أوي. مع السلامة. لك ولي على عبدي عليك يا اخي، ولي على عبدي عليك يا مالك يا حليمة، في إيه؟ في إيه؟ بدهم يكرموا اخي ماجد. يا أختي فهميني بتقولي إيه؟ بدهم يكرموا اخي ماجد وبدهم معلومات عنه ومين عيلته. هما مين دول؟ شركة الطيران. يا سلام، طب ما هو كان بيشتغل عندهم، المفروض يعرفوا الحاجات دي. والله معك حق يا فهيمة، معك حق. شلون ما بيعرفوه؟ يمكن مش عايزين يدوروا يا ماما فقالوا يسالوكي. انا كان هن ما بدهم يتعبوا، تخبريني ما بدهم يتعبوا. خلاص يا حبيبي، دلوقتي هنروح على السفارة السورية نطلب منهم يطلعوا لنا الأوراق اللي تثبت شخصيتك. والكلام ده هياخد وقت كتير؟ ياخد زي ما ياخد بقى. أنت مستعجل؟ جدا. وأنا مستعجلة أكتر منك. بس انا مش مستعجل على الجواز. أمال مستعجل على إيه؟ انا عايز اعرف انا مين. انا مين؟ وانت عامله ايه يا حبيبتي؟ طب كويس الحمد لله. انا في الفيلا لا يا اختي، انا بتغدى واتعشى عند امي. امك دي ممكن تحط لي سم في الاكل. دي بتعمل لي القهوه يا بوزه شبرين لقدام. يعني ممكن اجي لك على اخر الاسبوع كده. صحيح، بقول لك فوزي اتصل بيا وبيقول لي ان الحاج فرج بيدور عليكي زي المجنون. عشان كده انا شايف ان احنا لازم ننجز في موضوع السفر ده. شوفي انت الوقت اللي يناسبك وانا تحت امرك. مش عايزه مني حاجه؟ طب يا حبيبتي، باي باي. منوره الدنيا كلها يا ست الكل والله. يا حبيبي ربنا يخليك. زوزة بتسلم عليكي. الله يسلمك. بقول لك ايه بقى، مش لازم تشوف لك حل؟ هتفضل بنتي متشحططه كده بعيد عن ولادها وبعيد عني لحد امتى؟ بذمة ده كلام يرضي ربنا؟ لازم بقى تشوفوا لكم حل. والله يا طنط انا شايف ان مفيش حل غير ان احنا نسافر بره ونبعد عن وجع الدماغ ده خالص. ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ شحططه تاني؟ والله بقى مفيش حل تاني. الله. طب انا عندي حل تاني. لا يميني عليه. تقعد انت والحاج فرج وتتفاهموا مع بعض. هنتفاهم على ايه يا طنط؟ هي شرب بطاطس؟ ما هو الموضوع ده لازم يتحل، لازم يبقى له نهايه. هتفضل بنتي كده متعلقه بينكم؟ ما هو الموضوع ده عشان يتحل مفيش غير حل من اتنين، يا انا اطلق يا هو يطلق. وانا لو السما انطبقت على البسين ده مش هطلق، وهو كمان. يبقى إيه الحل بقى؟ وبنتي ذنبها ايه في كل اللي حصل ده علشان تبقى متمرمطه بينك وبينه؟ ما انا عشان كده يا ست الكل بقول لك لو سافرنا وريحنا دماغنا من كل القرف ده محدش هيبقى ليه عندنا حاجه خلاص. يعني انت عايز بنتي تفضل طول عمرها متغربه؟ اخص عليك يا حبيبي، وانا اقدر برضو. ما احنا هناخدك معانا. مين قالك بقى ان انا عايزه اسافر؟ انا عايزه اقضي بقيه اللي فاضل لي من عمري واموت واتدفن هنا في بلدي. الف بعد الشر عليك يا حبيبتي. اخص عليكي، اخص. اوعي تقولي كده تاني، بعد الشر عليكي. شر ايه وزفت ايه انت كمان؟ انا عارفه ايه اللي كان وقعنا الوقعه السودا دي. الله يرحمه ماجد بقى هو السبب. ماجد اتجوزها بعد المحكمه ما طلقتها من الحاج فرج. ايه اللي حصل تاني بعد كده انا مش عارفه. يعني ايه مش عارفه؟ انا يعني لقيت من النهار القفه؟
ما انا اتجوزتها على سنه الله ورسوله، وبعد ما طلعت شهاده وفاه ماجد، يعني جوازي منها سليم مليون في الميه. كلكم ظلمتوها. انا عارفه كان لها فين ده كله. خلاص يا حبيبي، دلوقتي بقى معاك اوراق رسميه، هناخدها ونطير على المأذون عشان نكتب الكتاب. ايه مالك يا حبيبي ساكت ليه؟ بتفكر في ايه؟ عارفه يا نوال، انا دلوقتي اتاكدت ان الست اللي قابلتها في شرم الشيخ ما كانتش غلطانه. دي نادت عليا بنفس الاسم، اسم الحقيقي. انت فاكر انت قلت لها ايه؟ انا قلت لها انها غلطانه، لكن الغريب انها كانت متاثره جدا، ونظراتها كان فيها اصرار غريب، وقالت لي ازاي انت مش فاكرني؟ الست دي قالت لك اسمها ايه؟ قالت لي، لكن انا مش فاكر، لان انا وقتها ما كنتش مهتم، وافتكرت انها فعلا بتشبه عليا. لكن دلوقتي ايه؟ دلوقتي انا متاكد ان الست دي كانت تعرفني كويس، كويس جدا. شفت بقى؟ انا زعلانه منك. زعلانه مني؟ زعلانه مني ليه يا نوال؟ لانك كنت تعرف ستات غيري. مش جايز كنت اعرفها قبل ما اعرفك؟ ويمكن عرفتها بعد ما اتخطبنا. ايه مالك ساكت ليه؟ بحاول افتكر. لا انا مش عايزاك تتعب نفسك، ما تفكرش في اي حاجه. احنا خلاص دلوقتي بقينا مع بعض، مفيش اي حاجه في الدنيا هتقدر تفرقنا. خلاص بقى، احنا هنبتدي حياه جديده. خد يا ابني الشيك ده تسلمه بايدك لرئيس جمعيه الايتام. حاضر يا حاج. وده توديه مستشفى السرطان، وتصور الشيكات وتخليهم يمضوا على استلامها، عشان نضمن ان المبالغ دي هتروح لمستحقيها، مش هتروح حته تانية. حاضر يا حاج، ربنا يجعله يا حاج في ميزان حسناته. امين. عن اذنك يا حاج. السلام عليكم يا حاج. سلام يا سبع البرومبا. ما عندكش اخبار تانية استلقطوها؟ لا يا حاج، الحقيقه مفيش. هو مبلط هنا ومحدش عارف يا فين. ازاي الكلام ده؟ يكونوش اتطلقوا؟ امال لحقوا اتجوزوا يا حاج. امال ايه يعني؟ ازاي يعني هو قاعد هنا وسايبها هي هناك لوحدها؟ وده برضه شكل الناس متجوزين. ما هو ما تاخذنيش يا حاج، برضه هو ما ينفعش يسيب شغل. امال يعني هي اللي هتسيب شغلها؟ ده حتى شغلها ما بيمشيش الا بوجودها. ايوه يا حاج، ما هو محدش عارف هي هناك بتعمل ايه. هناك فين؟ في المكان يعني اللي هي مستخبيه فيه. والله انا خايف تكون مستخبيه في مكان قريب مننا ولا احنا داريين. ما انا اصل معايا رجاله اي كلام. ليه بس كده يا حاج؟ طب ده احنا ما بننامش حتى. ومن سمعك يا اخويا وعملتوا ايه؟ تحب يا حاج عدم مؤاخذه نخطف جوزها ده ونقرره؟ جوزها؟ انا مش هنبه عليك 100 مره ما تقولش جوزها. انا بس اللي جوزها. انا اسف يا حاج، غلطه لسان. وبعدين يعني نخطفه ده ايه؟ هي عمليه الخطف دي سهل كده؟ افرض خطفناه وطلع الواد ده مسنود، نجيب المشاكل لحد عندنا؟ انتوا بس استمروا في مراقبته ومصيره هيروح لها. انا ماشيه يا فوزي، عايز حاجه؟ بس ماشيه؟ مالك مستعجله قوي كده يعني؟ اصل عندي فرح واحده صاحبتي، وانت عارف بقى لازم اروح للكوافير واوضب نفسي وكده. مش صاحبتك دي اللي كانت هتتجوز الجدع التونسي ده اللي فقد الذاكره؟ ايوه، لا دي واحده تانية خالص. عموما يا ستي الف مبروك. الف مبروك ليه؟ هو انا اللي هتجوز؟ يا ست انت ولا هي؟ الراجل فقد الذاكره يعني مش هيدقق قوي. اتفضلي حضرتك القاعه يعني. ألف مبروك يا عروسة، ألف مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا استاذ. سميرة عايزاك، عن اذنكم. اتفضل. والله هو ماجد ولا سمير؟ تعالى حبيبي.
تعالى انا عايزه اقول لك على حاجه. بص بقى، انت في شهاده الميلاد اسمك ماجد، لكن قدام الناس اسمك سمير. ما انا مش فاهم الحكايه دي يا نوال، يبقى لي اسمين ليه؟ معلش يا حبيبي، ماجد ده بتاعي انا، وسمير ده للناس الغرب. ماشي، تحت امرك. خد المبلغ ده، حاسب المحامي والاتنين شهود اللي معاه. ايه يا حبيبي، انا عارفه ظروفك، وبعدين مفيش فرق بيني وبينك، فلوسي هي فلوسك. تحت امرك. خلاص يلا. متشكرين جدا يا نوال. انا تحت امر حضرتك. الله تحت امرك. انا متشكر جدا. متشكرين يا استاذ كمال. ان شاء الله هنعدي عليك في المكتب عشان نستكمل الاوراق ونوثق العقد. تشرفي في اي وقت. شكرا. تحت امرك. السلام عليكم. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. السلام عليكم. مع السلامه. مبروك يا حبيبي. مبروك علينا. انا مش قادره اصدق ان ربنا حقق لي حلمي. النهارده انا اسعد واحده في الدنيا. عارف يا ماجد انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي تشيلني. اشيلك؟ بس كده؟ تعالي. ايوه يا زهرة، انا لسه نازل من الشغل دلوقتي. نوال استأذنت بدري النهارده. لا اصلي عماله اتصل بيها من الصبح ما بتردش. واضح انها عنده كوافير وبتسمع على الموبايل. لا خالص، انا كنت عايزه بس ادردش معاها شويه. تفسح ايه بس؟ انا عايزه اقولك ان انا هنا كاني محبوسه بالظبط. بقولك يا فوزي، ما عندكش اخبار عن فرج؟ مبروك يا عروسه. وطي صوتك. ايه ده، في ايه؟ محدش يعرف هنا في الشركه ان انت اتجوزتي ولا ايه؟ لا طبعا. طيب، عموما انا جاي ابارك لك يعني واقول لك المبلغ اللي اتفقنا عليه جاهز وتحت امرك. لا متشكره، متشكره قوي يا باشمهندس. متشكره ده ايه ولا جاي اديكي حسنه؟ ده حقك. انا كفايه عليا ان انا اتجوزت ماجد. يا سلام، اتجوزت ابو تريكه انا يا خي؟ للدرجه دي كنت بتحبيه؟ كنت. انا لسه بحبه، وبحبه قوي كمان، وبشكر ربنا ان هو اداني فرصه ان ماجد يتجوزني. بقول لك ايه، فوقي، انت اللي اتجوزتيه مش هو اللي اتجوزك. طب ومال؟ اشمعنى انتوا الرجاله بتدوا الحق لنفسكم انكم تختاروا الست اللي عايزين تتجوزوها؟ حتى لو كانوا متجوزين اصحابنا؟ اه انا عارفه انت تقصد ايه، بس على فكره بقى، صاحبتي متجوزه وجوزها واقف قدامي بشحم ولحم. ثانيا ماجد بقى واحد تاني خالص. ما تتصورش قد ايه انا خايفه انه ترجع له الذاكره تاني. الله البركه فيكي. انا معتمد على الله وعليكي في الموضوع ده، تخليه يحبك وما يقدرش يستغنى عنك ابدا، وهو لو لقى نفسه سعيد معاكي مش هيفكر في اي حاجه تانية اكيد. يا ريت، يا ريت يا باشمهندس. بقول لك يا نوال، كل حاجه في الدنيا دي ممكن تحصل. عندك حق. انا عمري ما كنت اتخيل ان زهره ممكن تتجوز بعد ماجد. على فكره انا كل ما افكر في ظروف جوازي من ماجد الاقيها نفس ظروف جوازك من زهره. لا يا ماما فوقي، الوضع مختلف تماما. انا وزوزة اتجوزنا بعد قصه حب عنيفه، ما تتصوريش بيكون فيا قد ايه. انا مش عايزاك تصدق قوي كده ان زهره بتحبك. ما اتجوزتني ليه يعني؟ نادر عليها؟ لا ولا ندر ولا حاجه، بس بكل صراحه زهره كانت عايز تتجوز واحد يحميها من الحاج فرج. ماشي، مقبوله منك. وعموما ماجد هو كمان محتاج حد يقف جنبه في الظروف دي.
اصل انا سمعت الانسان لما بيفقد الذاكره بيحس بوحده فظيعه. وانت عارف ان انا اتجوزته بدافع الحب، مش بدافع الاتفاق اللي بيني وبينك، والدليل ان انا ما رضيتش اخد الثمن. انا كل ده ما يهمنيش، انا نصيحتي ليكي بس ان انت تاخديه بعيد عن زهره. يا ريت، يا ريت تساعدني. انا اساعدك ازاي؟ تشوف لي ماجد شغلانه. انت مش متخيل ماجد زهقان قد ايه بسبب انه قاعد من غير شغل، وانا مش مشكله، انا ممكن اشوف شغلانه تانية. ايوه بس ما افتكرش ماجد دلوقتي ينفع يشتغل طيار. ومين قال لك اصلا ان انا عايزاه يرجع يشتغل طيار؟ انت مش موافقه ليه يعني؟ اخاف عليه، كفايه قوي اللي حصل له. يا حنينه يا ام قلب كبير. طب جوزك ده هنشغله ايه ان شاء الله؟ ولسه فاكر اللغات اللي كان عارفها؟ مش عارفه. طبعا. امال كنت بتفاهم مع السواح في شرم الشيخ ازاي؟ انا بتكلم انجليزي وفرنساوي كويس جدا. ده كويس قوي يا حبيبي، هايل. من ناحيه ايه؟ من ناحيه الشغل. اصل اول سؤال ساله لي العميل اللي انا موصيه يشوف لك شغلانه هو السؤال ده. طب الشركه بتاعتكم ما فيهاش وظيفه تنفع لي ولا؟ الشركه بتاعتنا؟ لا، انت عارف دي صاحبه الشركه بتشتكي ان هي عندها موظفين كتير جدا وعايزه تستغنى عن شويه منهم، بس العميل اكد لي ان هو هيشوف لك شغلانه كويسه قوي، ما تقلقش. يا ريت يا نوال، يا ريت. ايه يا حبيبي؟ هو انت في حاجه ناقصاك؟ مش موضوع حاجه ناقصاني، لا انا مش ناقصني اي حاجه، بس عايز اشتغل، يعني مش معقول اقعد في البيت، انا راجل. انا حاسه بيك يا حبيبي، بس صدقني انا مش هيرتاح لي بال غير لما اشوف لك شغلانه كويسه. متشكر يا حبيبتي. انا يا حبيبي اللي المفروض اشكرك لانك مليت عليا حياتي. مش هنسالك ابدا وقفتك جنبي في الازمه اللي كنت فيها. الو. ايوه فريد، انا عايزاك تسيب كل حاجه في ايديك وتيجي تنزلني حالا. فريد انا حاسه ان انا مخنوقه، كأن حد حبسني هنا. انا مش عايزه اسافر بره، انا عايزه بس اشوف ولادي. يا زوزة يا حبيبتي، انا عايزك تهدي خالص وتستمتعي بالحياه لحد ما انا افضى واخلص اللي ورايا واجي انا افسحك. انت ما بتفهمش يا فريد، بقول لك عايزه اشوف ولادي، تقول لي اجي افسحك؟ يعني ايه مش فاضي؟ ماشي يا فريد، انا بقى هحجز على اول طياره نازله. ايوه هنزل، مع السلامه. استاذ خليل، يا استاذ خليل، استاذ خليل، يا استاذ خليل، استاذ خليل، يا استاذ خليل، استاذ خليل. انت حمار ولا ايه؟ انت حمار طايح في الشركه عمال استاذ استاذ استاذ. انت ناس رامين ولا ايه؟ هو ايه اللي حصل يا استاذ خليل؟ ايه اللي حصل؟ انت ناسي ان انا اخو مين هنا؟ انا اسمي خليل بيه، عشان كده انت مخصوم منك 50 جنيه، هاتهم دلوقتي هاتهم. لا مؤاخذه يا خليل بيه. هات 50 جنيه. الست لو انا عايزه حضرتك دلوقتي. خلاص خليهم لي معاك بعدين، باخدهم منك وقت تاني. عاوزاني دلوقتي ها؟ هي عايزه حضرتك دلوقتي حالا. طب نور كده عشان بعد فلوس، نور نور. فلوس اللي هيعدها وبياخد كام ده؟ تعالى يا خليل ادخل. ايه يا واد؟ في ايه؟ ايه؟ انت قبضت ماهيتك ولا ايه؟ ها؟ لا ده شايك يعني انت بعتها عشان تسالني السؤال ده ولا ايه؟ لا يا خليل، انا بصراحه بقى عايزه اتكلم معاك. انت عاجبك واد اختك ده؟ عاجبني بقى ولا مش عاجبني؟ طالما عاجبها يبقى خلاص. انا بقى بصراحه مش عاجبني، ومش عاجبني خالص جوازتها من اللي اسمه فريد ده. وانا بصراحه مش عاجبني اي جوازه بعد جوازه الحاج فرج. تصدق بقى انت ابن حلال، لان انا رايي من رايك وراي ماما كمان. طب ما تيجي نتصرف يا خليل، نحاول نرجعهم لبعض. نرجعهم لبعض ازاي؟ هي متجوزه ازازه خل. ما هو الحاج فرج معاه حكم من المحكمه ان زهره مراته. ايوه بس للاسف مش عارف يطولها. هو بس مشكلته ان هو مش عارف طريقها فين. مش مشكلته لوحده، دي مشكلتي انا كمان. ومشكلتك انت في ايه؟ ما انا لو هعرف طريقها
هقفش 50,000 جنيه. 50,000 جنيه يا خليل؟ ده مبلغ كبير قوي. ما تقول الرقم بس لوحده لازم وتعقديني في وشي. 50,000 جنيه أنا نايم صاحي أحلم بيهم. 50,000 جنيه بفكر أعمل بيهم المول اللي في دماغي. طب وانت ما سألتش جوزها طريقها فين؟ ما اللي انا عرفت ان هو هنا، ما سألتوش؟ أسأله إزاي؟ ده مكوش عليها، مكوش عليها زي ما يكون داهن رقبته كده لففها بكوفيه مش عايز اوريها الهواء ولا الميه. انا مش عارف البني ادم البلط ده جالنا منين. طب واللي يقول لك بقى طريقها يا خليل؟ ايه؟ طريقها؟ بجد يا نوال تعرفي طريقها؟ تعرفي لو قلت عن طريقها انا مستعد اللي اخده ليك نص. نص مين؟ ربعه. لا ربعه هعشيك على حسابي يوميها. انا يا سيدي مش عايزه منك اي فلوس. انا كل اللي يهمني يا خليل انقذ صاحبتي حبيبتي. مش قادره استحمل. ما قلت لك قبل كده يا نوال وسالتك عن طريق زهره قلت ما اعرفش. غصب عني يا خليل، غصب عني، لكن انا دلوقتي خلاص مش قادره استحمل، لازم انقذ صاحبتي. وايه الموضوع بالظبط؟ هي الناس دي مش عايزه تحل عني بقى؟ مش كفايه اللي عملوه معايا قبل كده؟ عايزين يفرضوا نفسهم عليا باي حق. يخزي الشيطان يا حاج ومشي حالك، انت مش حمل مشاكل. طيب سيبنا افكر. يعني اكلمهم واطمنهم يا حاج. انت بتشتغل معاهم ولا ايه؟ يا ريت يا ريت يا حاج كنت اشتغل معاهم، كان زماني بقيت فوق قوي. يا حاج انا كل اللي بعمله ده عشان خايف عليك. ما هو عدم المؤاخذه دول اللي بيسموهم مافيا رجال الاعمال. وبيدفعوا لك كام بقى تمن خوفك عليا ده؟ اخص عليك يا حاج. انا تقول لي كده يا حاج؟ بعد العمر ده كله يا حاج تفتكر ان انا بسمسر عليك؟ طب تصدق بيها يا حاج انا كل اللي بعمله ده عشان المحروس ابو اليسر الصغير بعد عمر طويل لما يقعد مكانك هنا محدش يضايقه. ابو اليسر؟ هو فين ابو اليسر ده؟ ده انا قلبي مش يحتف عليه من يوم ما اتولد، وبتحسر كل دقيقه وكل ثانيه ان عينيا لغايه دلوقتي ما اتملتش بيه. هيروح فين يا حاج؟ ما هو مصيره ويرجع لحضنك تاني ويبقى تحت طوعك. يا ريت يا منتصر، يا ريت. كله بالقانون يا حاج. انت كمان هتقول لي بالقانون؟ وفي حاجه جابتني ورا غير القانون؟ انا راجل دغري وما احبش المحاكم وعارف حقي كويس. لا مؤاخذة يا حاج، الأستاذ خليل بره. الأستاذ خليل مين؟ جرى يا حاج؟ خليل يا حاج أخو المدام، الحاجة زهرة، خالص من النبي حارس أبو اليسر الصغير. وعايز إيه خليل ده كمان؟ على رأي المثل اللي يجي من القرب ما يسرش القلب. بيقول إن عايز حضرتك في حاجة مهمة جدا. هكون عايز إيه يعني؟ جاي يقلبنا في قرشين. قال لهم هاتوا خليني نشوف عايز إيه. معقول يا منتصر؟ معقول؟ بقى انت مش عارف تجيب لي مكان زهره ومكان ابن ابو اليسر؟ انا اعمل ايه بس يا حاج؟ اعمل ايه؟ ما هو زي ما تكون الارض اتشقت وبلعتهم. يا ريتها بلعتني معاهم انا كمان. سلام على ملك الحجاج الحاج ابو حنان. هات من الاخر وخلصني. عايز انت راخر؟ استكلي 50 باكو. اشمعنى؟ لا يا باشا انا مش بقول قافيه ولا بهرج ولا عايز اقول نكته، انا عايز اقول لك ان انا عرفت لك مكان زهره. بقول لك ايه يا واد، انا بقيت شكل بشغل الاونطه بتاعك ده، خصوصا بعد حكايه لبنان. لا يا باشا المره دي بقى حق برقبتي، انا جبت لك الخبر من بق الديناصور. حقيقه يا واد؟ المره دي بتتكلم جد يا خليل؟ طب تعال اقعد احكي لي كده واحده واحده. طب بقى يا حاج لو سمحت كده ابعت هات لنا بطيخه وحته جبنه وناكل لقمه مع بعض كده. اتنين هنجيب لك اللي انت عايزه، بس قول الاول وطمن الحاج. اتكلم وخلصني، ايه الموضوع بالظبط؟ ويكون في علمك المره دي بقى لو كلامك طلع في شنك مش بس هعلقك من رجليك، انا عدم المؤاخذه هعلقك من رقبتك. ان شاء الله تعلقني من حواجبي، بس حياه والدك يا استاذ منتصر خف علينا شويه يعني. انتوا لسه هتقعدوا تتناقروا مع بعض؟ اتكلم وخلصني. زهره فين؟ في خليج طنط نعمه في شرم الشيخ. مش عرفك؟ نوال السكرتيره بتاعتها قالت لي. وقالت لك بأمارة ايه؟ وقعت في غرامك وعايزه تتجوزك؟ لو سمحت يا حاج بقى دي امور عائليه يعني بيني وبينها، انتوا كنتوا عايزين تعرفوا حاجه وعرفتوها، روحوا لها بقى شرم الشيخ. لا يا حبيبي
ما خلاص الشغل ده ما بقاش ينفع معانا. احنا دلوقتي البقى على راس الميت، يعني تسلم وتستلم. ايه ده؟ ايه راس الميت دي؟ انت اشتغلت مع حمايه ابو سريع وحدوه ولا ايه؟ انتوا كنتوا عايزين تعرفوا حاجه مني عرفتوها. اتفضلوا بقى روحوا لها شرم الشيخ. وبالمناسبه اوعوا تجيبوا سيره لاختي ان انا قلت حاجه عشان ما اطلعش نادل قدامها. لا طمن، ما تخافش. بس زي ما قال لك الاستاذ منتصر، مش هتقبض مني ولا مليم الا لما الاقي زهره واقفه قدامي ومعاها ابني ابو اليسر. لعلمك بقى يا حاج، قبل ما تشوف زهره هتشوف ابنك الاول. ازاي؟ انا خلاص زهقت، اتخنقت. هو اللي اسمه فريد ده عارف ان انت جايه؟ قلت له لما جاش ياخدني انا هنزل لوحدي. تلاقيه خايف من الحاج فرج لا يعرف مكانه هنا. بس انا بقى خلاص ما بخافش من حد دلوقتي. يعني جاهزه الحاج فرج ابو اليسر؟ ايوه جاهزاله. تعالى بقى نجيب الشنط عشان امشي. يلا تعالى. والله القعده معاكم حلوه بس لازم امشي بقى. على فين يا حبيبي؟ على فين ايه يا حاج؟ ما انت خلاص عرفت كل اللي انت عاوز تعرفه. روحوا بقى لزهره شرم الشيخ، ولما تمسكوها اتصلوا بيا عشان اجي اقفش. هو دخول الحمام زي خروجه يا عم خليل؟ حمام ايه وانا بتليف ولا ايه يعني ايه؟ انت مش عايز تقبض ال 50,000 جنيه؟ ده انا بحلم بيهم ليل ونهار والله يا حاج. خلاص انا موافق، وهديلك فوقهم كمان 25,000 جنيه عشان قلت لي على مكان ابني. ايه ده يعني 75,000 جنيه؟ ما جبتش ليه توأم يا حاج؟ كنت دلوقتي قفشت 150. يلا انا السلام عليكم. لا استنى راح في ايه؟ ده انا هوديك مكان تحلم فيه براحتك وتحلم فيه على مهلك قوي لغايه ما اشوف زهره وابني قدامي، وساعتها تاخد الفلوس اللي اتفقنا عليها. فاهم يا خل؟ انا اتخطفت تاني يا بديعه. اتخطف ده ايه؟ من املته يعني؟ ياما هو اللي كلمني على الموبايل وقال ان الحاج خطفه. لا انا الكلام ده ما يخشش دماغي ابدا. هو ايه اللي الحاج كل شويه يخطفه ويسيبه ويخطفه ويسيبه؟ يعني هيكدب عليا ياما؟ ده ما يستجريش ابدا. بأمارة ايه يا هبله؟ بأمارة الفلوس اللي بيخنصرها من وراكي، ده طول عمره ملاوع وكذاب. لا قصدك ايه بقى من الكلام ده؟ قصدي ان بياكلك الاونطه يا موكوسه، وشوفي المعدول بتاعك داير مع مين. يا نهار اسود، لا ده كلامك ده معناه ان فيه واحده تانية. انا بقى يا بنت حاسه اليومين دول انه ما هوش على بعضه. لا ياما لا، خليل لا يمكن يبص لواحده غيري ابدا. ليه يا حبيبتي؟ ما هو متجوز قبليكي 3 مرات، وعلى رأي المثل ديل الكلب عمره ما يتعدل، وطول عمرك يا رضا وانت كده. ها اقول لك ايه تاني؟ خلاص ياما ارتاحي بقى، اديني رحت واشتكيت لامه. ها وقالت لك ايه العقربه دي؟ هتقول لي ايه؟ ما ادتنيش عقد نافع، قالت لي ارتاحي انت كده بس يومين ومصيره يرجع لك. يا اختي الهي ما يرجع ولا نشوف خلقته، دي تلاقيها عارفه كل حاجه ومداريه عليه. يا نهار اسود ومنيل بنيله، ده يبقى يا ويله يا سواد ليله لما يرجع خليل. يا اختي تفهمي من بقك الهي ما يرجع تاني ونشوف خلقته، وساعتها يا بت ابوكي هيطلقك منه. لا ياما لا، بعد الشر، ده انا بحبه ياما. يا اخي حبه برص و10 خرص، قال حبيتي الاقرع بلا نيله، ما هو لو فيه خير كان خلاها له نجيله. سرحان في ايه يا حاج؟ سرحان في البت دي سكرتيرة زهره اللي اسمها نوال دي يا حاج؟ ايوه. ايه اللي يخليها تفتن لنا عن مكان زهره؟ يمكن اتخانقت معاها. تفتكر هو ده السبب؟ او يمكن يا حاج عايزه زهره ترجع لك. وهي هتستفيد ايه من ده كله؟ على رأي المثل عيشها زي يوم الخير. انا اقول لك بقى يا غشيم، نوال دي ما كانتش هتقدر تيجي تقول لنا احنا على مكان زهره، لان زهره لو شمت خبر زي ده هتطردها من الشغل. صح يا حاج مظبوط. وبيني وبينك المبلغ مغري. قامت اتفقت مع الواد السعران خليل ده على ان هو اللي يسرب لنا الخبر، تلها فيها المبلغ وتدي خليل حصته. الله ينور عليك يا حاج، اهو كده انت كده جبت التايه. ايوه يا اخويا، ده اللي انت فالح فيه.
قاعد اشغل مخي واعصر مخي وانت قاعد عامل لي فيها مشجع. لا وايه عاملك المستشار بتاعي. طب واحنا يا حاج انا المؤاخذه يعني نعرف نروح ونيجي من غيرك يا حاج؟ طب ده مفيش في مصر كلها مخ زي مخك. طب كلم العيال اطمن عليهم شوفهم وصلوا لحد فين. طلعي شنط بقى على فوق. يا زهرة الحقيني يا اختي الحقيني. ايه ياما في ايه؟ خطفوا الواد ماجد ابنك. يا نهار اسود، مين اللي خطفهم؟ الواد بتاع الامن طلع قال لي ان في ناس من طرفك ومن طرف فوزي عايزين يشوفوني، قلت له خليهم يطلعوا. الواد مروان ابني فين؟ نايم يا اختي جوه نايم. يبقى هو اللي عملها. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عارفه اعمل ايه. الحاج فرج موجود جوه؟ ايوه يا فندم موجود، اتفضلي. طب لحظه اديله خبر. مدام زهرة، مدام. ايه اللي انت بتعمله ده يا فرج؟ زهرة لحقتي ترجعي من شرم الشيخ؟ ده انا لسه بعت ناس عشان يجيبوكي. هي المسألة سهلة كده؟ تبعت لي ناس يخطفوني زي ما خطفوا ابني؟ انت ناسي انا مين يا فرج؟ لا مش ناسي، بس انا ما خطفتش ابني، انا بعت جبته وده من حقي. خلاص طالما من حقك بقى يبقى تاخده بالقانون. اللي يسمعك بتقولي كده يقول انك عملت اعتبار للقانون. شوف يا ست زهر. اسكت انت يا منتصر، بعد اذنك سيبنا لوحدنا. ماشي يا حاج. ادي احنا بينا لوحدنا يا زهرة، وقبل ما اكمل كلامي عايز اقول لك حمد لله على السلامة. انت عايز ايه يا فرج؟ انت عارفة كويس انا عايز ايه يا زهرة. اللي بتطلبه ده مستحيل. هو اللي يطلب حقه يبقى بيطلب المستحيل؟ يا حاجة زهرة انت نسيت شرع الله ولا ايه؟ انت مالكش حق عندي. ليه؟ انت نسيت انك مراتي؟ وان الواد اللي في حضني ده يبقى ابني ومن صلبي؟ ولا انت جايباه من صلب حد تاني؟ اخرس، انا اشرف منك ومن كل اللي انت جوزتهم. ولما انت زي ما بتقولي كده ليه خدتيه مني؟ ليه حرمتيني من ان اشوفه؟ انا ما حرمتكش مني يا فرج، انا كنت عارفه ان من حقك الشرع ان انت تشوفه، لكن اللي انت عملته وقف حاجز ما بيني وبينك، خليني ما امنش على ابني معاك لحظه واحده. بقول لك ايه، انا لو كنت اعرف مكانه كنت هقدر اشوفه غصب عنك وعن اي مخلوق في الدنيا، مش بالقانون. لا انسي القانون، حتى حكم المحكمه اللي رجعك ليا انسيه، انا مش عايزه. عارفه ليه؟ لانك مراتي على شرع الله وسنه رسوله، مش بالقانون اللي بدعوا بني ادم زيي وزيك. انا ما غلبتش يا فرج، انا كل اللي طلبت ان انا اتطلق. يا ريتك كنت جيتيني وطلبت مني الطلاق، وزي ما اتجوزتك على سنه الله ورسوله كنت برضه طلقتك على سنه الله ورسوله. انا ما عملتش حاجه غريبه، ما الناس كلها بتروح المحاكم وتتطلق. لما المحكمه طلقتني منك اتجوزت ماجد الله يرحمه، ولما ماجد مات اتجوزت فريد. ايه الغريبه في كده؟ بتهيألي ده حقي. اسمعي يا زهره، عشان خساره اقول لك يا حاجه، لانك انسانه نكره للجميل. خنت العشره، ما تمرش فيك العشره ولا تمر فيك كل اللي عملتهولك. وبعد ما امنتك على حالي ومالي وعملت لك توكيل بكل ما املك خنتيني وسفيتي ونهبتي من ورا ظهري، وبعد ما خدتي واستكفيتي بعتي لي حكم الطلاق. خلي بالك من كلامك يا فرج، اللي انا خدته ده حقي انا وابني، حق الشرع يا حاج. هو في بني ادم يورث حد بالحياه؟ في شرع مين ده؟ ما تنساش ان شركتك دي انا اشتغلت لك فيها الليل نهار، عملت لك فيها ارباح ما كنتش تحلم بيها. واسال منتصر اللي شغاله عندك ده، حتى الناس اللي جم يهددوني عشان يبتزوك ساعتها خاطرت بحياتي، وكانوا عايزين يخلصوا مني زي ما كانوا عايزين يخلصوا منك. ايه يا فرج، نسيت لي كل ده؟ لا ما نسيتوش. ما تتصوريش قد ايه كنت شايل جميلك ده فوق راسي لغايه ما الطعنه جت في ظهري وسبتيني مرمي في السجن، ورحت خدت حكم بالطلاق وخنتيني واتجوزت ماجد الله يرحمه. بس انتقام ربنا كان كبير قوي. ما تبقاش ظالم يا فرج، ماجد الله يرحمه كان بيحبني من قبل انت ما تتجوزني. وبتقولي كده في وشي؟